الشركات بتعمل قسم للتحسين المستمر لسببين رئيسيين. السبب الأولاني إنه يكون طلب عميل، يعني شركة من الشركات الكبيرة بتتعامل مع عميل بيجي يفرض عليها جزء من السياسات بتاعته. يقول لها أنا محتاج أتأكد إن البروسيس اللي عندكم على طول بتتحسن أو بتتطور. إذا كنت بعرف أطور نفسي فأنا هعرف أطور المنظومة اللي أنا شغال فيها أيا كانت. هو center of everything owner of nothing، يعني هو مش owner، ايوه ولكن هو center. مثلا في مشكلة في تدفق الإنتاج، دي بتعتبر بالنسبة للإنتاج أزمة. مظبوط. بتاع الإنتاج بيعمل إيه؟ بيبقى هدفه إن هو يحل دلوقتي، يحل النهارده، ما يحلش بكره. هو عايز يمشي المركب النهارده، لو هو عنده وعي هيحل بكره. التحسين المستمر بيوريه بعد بكره. اهلا بحضراتكم في اركيد تو جيمبا بودكاست. اركيد تو جيمبا بودكاست هدفه بكل بساطه ان احنا نوصل خبره الطلاب والمهندسين حديث التخرج بخبره سينيور ليدرز موجودين في سوق العمل في المجال الصناعي. اركيد تو جيمبا معناها طريقك لارض المصنع. اهلا بحضرتك يا باشمهندس محمد. معانا باشمهندس محمد فوزي، مدير قسم التحسين المستمر بشركه جيد تكستايل. حلقه مميزه جدا هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو موضوع التحسين المستمر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حابين بس الاول لحضرتك تعرف نفسك لزملائنا المشاهدين ثم نبدا نخش في الموضوع على السخن بقى. انا محمد فوزي، خريج هندسه انتاج برودكشن انجينيرنج سنه 2008. اشتغلت في البدايه كانت برودكشن، ولكن بعد كده اتحركت للاندستري انجينيرنج. وعايز اقول لك انا اتحركت الاندستري انجينيرنج غصب عني يعني. ازاي؟ يعني انا الاول في الدراسه بتاعتنا في الكليه ما بتوجهناش ناحيه اتجاه معين. بنبقى خاصه في اقسام الميكانيكا بيبقى عندنا اختيارات كتير جدا وتساؤلات كتير. احنا هنطلع نشتغل ايه، او هنطبق اللي احنا اشتغلناه او اللي احنا اتعلمناه ازاي. صح. الجزء الأكاديمي بيدي الطالب طريقة التفكير، وأنا دي اللي خدتها يمكن في مادة أو مادتين، لأن أنا كان تخصصي ميكانيكا أكتر، اللي هو إدارة الإنتاج. لما اشتغلت برودكشن انجينير أول ما اتخرجت، كان في شركة بتورد قطع غيار سيارات لشركات تجميع محلي، شركات كبيرة زي جنرال موتورز وغبور هينداي وشركات تانية. فقدر ان الشركة دي اللي هي جنرال موتورز فرضت علينا كشركة ان احنا نطبق الجزء بتاع الشوب فلور اكسلنس او مشروع شوب فلور اكسلنس. دي كانت الشرارة الأولانية اللي خدت معاها التريننج بتاع اللين 6 سيجما، وبدأت أول بروجكت لين 6 سيجما. ومن بعدها وانا خلاص بقيت continuous improvement بالظبط كده. الحمد لله بعدها اشتغلت فترة كده، فصلت فترة في النص مع سيمنز مولات، بس يعني حسيت انه لا، انا عايز ارجع تاني continuous improvement. اعلان بالصدفة كان موجود على ويب سايت من الويب سايتس بتاع التوظيف ان هو محتاجين لين انجينير او continuous improvement انجينير بالتحديد. ما كنتش عارف ده تبع ايه، يعني ده بحسبها شركه خاصه. لما رحت عملت الانترفيو فوجئت ان هو تابع لوزاره الصناعه. كان جوين فيتشر مع هيئه التعاون الدولي الياباني الجايكا. وكان المركز ده اسمه مركز التحسين الانتاجيه والجوده تحت امبريلا كبيره اسمها المراكز التكنولوجيه. ده كان تبع وزاره الصناعه؟ كان تبع وزاره الصناعه. والله ده شيء ممتاز. ولسه موجوده المراكز اللي موجوده لغايه دلوقتي، بتقدم استشارات مين للصناعات المتوسطه والصغيره. ما بيركزوش على الصناعات الكبيره قوي، لان هو معروف ان الصناعات الكبيره قادره تجيب كونسلتنت، لكن المراكز دي بتبقى التكاليف بتاعتها قليله، وحتى بيتعمل دعم من الاي ام سي للمشاريع اللي موجوده. فاشتغلت فيها 5 سنين كإجمالي، 5 سنين منهم آخر سنتين كنت أنا اللي مسؤول عن المركز. كنت ديبيتي دايركتور للمركز يعني. خلال ال5 سنين دول كنت بشتغل مع المراكز التكنولوجية التانية كروس فانكشنال،
فالحمد لله كان عندي يعني نصيب كويس إن أنا أدخل صناعات مختلفة جدًا، وده بدأ ينمّي حتّة اللي هو إن الlean فعلًا هو ينفع يتطبّق في كل مكان، اهم. ولكن هي الفكرة فين المدخل. الجزء ده كان مؤثّر جدًا. بعد ما خلّصت وزارة الصناعة، دخلت القطاع الخاص as lean team leader في شركة تصنيع زجاج كبيرة موجودة في العاشر من رمضان. آمم، اشتغلت فيها سنتين، وبعدها رجعت consultation تاني. أنا حبيت الجزء اهم. بتاع الconsultation، فكرة إن أنا أدخل challenge، اهم. أبدأ project. يعني هنعترض على كلمة project أو أيوه. أو أو لأ كlean، لأن ما فيش حاجة اسمها lean project. أبدأ lean journey مع الناس اللي موجودين، ممتاز. ولكن بfixed steps، وأشوف تغيير حقيقي في الشركات. في الconsultation قعدت سنتين، بعدين رجعت تاني للقطاع الخاص. أنا حاليًا موجود في جيد بقى لي 4 سنين، اهم. آآ، مدير قسم التحسين المستمر في جيد. طيب يعني ده هيبقى مدخلنا بقى إن إحنا نفهم أصلًا إيه هو التحسين المستمر، أو قسم التحسين المستمر ده أدواره إيه في الشركات بشكل عام؟ الشركات بتعمل قسم للتحسين المستمر لسببين رئيسيين. السبب الأولاني إنه يكون طلب عميل، يعني شركة من اهم. الشركات الكبيرة بتتعامل مع عميل بييجي يفرض عليها جزء من السياسات بتاعته. يقول لها أنا محتاج أتأكد إن الprocess اللي عندكم على طول بتتحسن أو بتتطور، فمحتاجين يبقى في عندكم قسم مسؤول عن ده. اهم. ممكن الشركة لمّا تنشئ القسم ده، يبقوا فعلًا بيشتغلوا معاه ويحققوا اللي هو الoperational excellence أو التميُّز التشغيلي. اهم. بيبقى هدفه ابتكار، دعم الابتكار، زيادة الإنتاجية، مراقبة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، إن هو يبقى متناسق دايمًا مع أهداف الشركة أو الأهداف الاستراتيجية للشركة. فبيبقى القسم بتاع تحسين مستمر هو قسم نقدر نقول عليه بيكمّل الprocess أو بيكمّل الcycle اللي من غيرها إحنا مش هنتحرّك لقدّام. كويس جدًا. في سبب تاني، بتبقى الشركات مجرّد أو إن هو الشركة نفسها شافت إنه إحنا بنفتقد منسّق ما بين العمليات التشغيلية، اهم. وغالبًا دي بتبقى الشركات اللي عندهم وعي كبير، أو وكمان عندهم material flow أو process flow كبيرة. الvalue chain بتاعتها بتحكم عليها إنه عندها متغيرات كتير في العملية الإنتاجية. فأنا محتاج حد يبقى عينه موجودة على طول على المتغيرات دي، اهم. ويتحرك مع الteams اللي موجودة، مع الفرق اللي موجودة كلها، لنظرية التحسين أو المستوى الأحسن. لأن كل واحد بيبقى مسؤول عن مجموعة الKPIs بتاعته. اهم. القسم ده ما بيبقاش مسؤول عن KPIs، هو زي ما بنقولوا إيه، هو center of everything owner of nothing. يعني هو اهم. مش owner، أيوه. ولكن هو center. فبيبقى الدور أو الbehavior الأساسي ليه إن هو يجمّع الأقسام اللي موجودة في الشركة كلها على هدف واحد، في الآخر بيصُب في مصلحة الشركة من ناحية استراتيجية. خلّيني بس أوضّح حاجة حضرتك قُلتها في النُص عشان زملائنا value chain يعني مقصود بيها طبعًا جميع الأقسام الصناعية أو الأقسام اللي بتقدّم الvalue للعميل، اللي بالضبط، بتحُط الactions على المنتج نفسه اللي بيوصل للعميل في الآخر، بالضبط. صح كده؟ أو العمليات، خلّينا نقولها ببساطة زي ما نقولها أساتذتنا قالوا لنا بقعدة مسطرة. إنه العمليات اللي العميل بيدفع فلوسها. تمام، ممتاز جدًا، تمام. ماشي. طيب ليه مش مهندس الإنتاج ولا الجودة؟ لإن مهندس الإنتاج والجودة كل واحد فيهم بيركّز على الprocess بتاعته اللي تحته هو بس، اهم. الجزء بتاعه هو بس، أو الKPI اللي هو مسؤول عنه. جميل جدًا إن إحنا يبقى في مهندسين الإنتاج والجودة عندهم فكرة تحسين المستمر، زي ما إحنا بنقول كده إيه، الجودة مسؤولية الجميع مضبوط. والتحسين مسؤولية الجميع. ده حاجة كويسة، ده هدف كويس، ولكن الmaturity level أو مستوى الوعي جوّه الشركة كتير بيفرمل أو بيُقف لمّا يحصل أزمة.
لما يحصل كرايسيس. فلما يحصل الازمه دي، سواء هنقول على ان مثلا في مشكله في تدفق الانتاج، دي بتعتبر بالنسبه للانتاج ازمه. مظبوط. بتاع الانتاج بيعمل ايه؟ بيبقى هدفه ان هو يحل دلوقتي يحل النهارده، ما يحلش بكره. هو عايز يمشي المركب النهارده، لو هو عنده وعي هيحل بكره. التحسين المستمر بيوريه بعد بكره، يعني بيشتغل معاه على الكوركتيف اكشن والبريفنتيف اكشن، واني اخرج بليرند ليسونز من الازمات تتحول لريسك ميتيجيشن بلان، على اساسها ما نقعش في نفس المشكله تاني ويبقى عندي نيو ستاندرد. ممتاز جدا. طيب يعني ايه الادوار اللي احنا فهمنا ايه الادوار، لكن ايه الريكويرمنتس اللي المفروض تكون موجوده بقى في اي مهندس هيشتغل جوه التحسين المستمر؟ requirements as a knowledge ولا behavior؟ الاثنين. طيب هو as a knowledge، طبعا انا ما ينفعش يبقى عندي مهندس تحسين ابقى قادر بتكلم معاه في عمليات تحسين وهو مش عارف يرسم بروسيس فلو. ودي حاجه بسيطه ممكن تبان انها بسيطه، ولكن يمكن دي من اول الحاجات اللي بنعلمها للمهندسين الجداد اللي داخلين علينا. يفهم يعني ايه عمليه انتاجيه، يفهم يعني ايه end to end cycle، هو ان هو شايف البروسيس كلها، يفهم ان في physical flow information flow، يعرف يقرا السايكل، الفول سايكل بتاعه الانتاج. as a knowledge ده ممكن يكون موجود من الكورسات طبعا، زي اللين مانفاكتشرنج. مش هنقول 6 سيجما، 6 سيجما بتبقى تقيله شويه او اناليتيكال شويه، هو بيدخل في ادوات احصائيه زياده شويه، ولكن هو ما ينفعش يبقى مش عارف الادوات الاحصائيه البدائيه اللي هم ال7 كواليتي تولز المشهورين جدا. لازم يبقى عارف يتعامل معاهم ويقراهم. لو هعتبر ان استخدام الاكسل ده نوع من النولج، طبعا لازم يكون موجود. يبقى عارف يعني ايه كايزن، عارف ازاي بيدير مشروع. وان كان احنا ممكن نقول ان هو اللين مش مشروع. بس هو لين جيرني صح، بس ليها خطوات. مظبوط. على الاقل عشان اتنقل من الستاندرد الاولاني للستاندرد اللي بعده اللي اعلى منه، في خطوات ثابته لازم الناس كلها تكون مشتركه فيها. التحليل، ادوات التحليل، يكون قادر يعمل تحليل. البيهيفير اللي المفروض يكون موجود بيدعم ده، زي مثلا ان هو يكون عنده seeking perfection مش perfectionism. حضرتك طبعا عارف الفرق. ايوه تمام. انه احنا بنقع في مشاريع كتير، هو المهندس نفسه يعمل احسن حاجه، ولكن دايما بنعلمه نقول له ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبيبقى انت عندك جواك انت قادر تحط اهداف واضحه، بتشتغل بسمارت اوبجكتيفز. السمارت اوبجكتيفز دي بتنقلك من مرحله تحسين لمرحله تحسين. عنده leadership skills، قادر يجمع الناس، عنده communication skills او communication talent. ما ينفعش يبقى مش عارف يتكلم مع الناس ويحركهم ويحفزهم للتحسين. ويشتغل المهندس تحسين مستمر. على الاقل هو لازم يبقى عارف انه عايز يتحرك في دي، او قادر يتعلمها، او قادر ياخد soft skills عشان يتحرك في الاتجاه ده. طبعا ان هو يكون بوزيتيف معظم الوقت، لان مفيش حد ما بيقابلش في التحسين المستمر ما بيقابلش تغيير. صح. العادي ان انت تقابل تغيير، العادي ان كل واحد داخل الكومفورت زون بتاعته بيعمل العمليه بتاعته، سواء هو خايف يغير او مصلحته في انه ما يغيرش. زي ما احنا اتعلمنا كلنا انه مصلحه مثلا الانتاج ان يبقى عنده ستوك عالي جدا عشان يكفر اي ديفكتس موجوده. فانت لما انت تيجي تقول له ان one of the waste اللي احنا بنحاول نحاربها هي الانفنتوري، هيقول لك ازاي ده انا محتاج ده. بيبقى عنده الثقافه بتاعت انت محتاجه امتى وبتستخدمه ازاي، ويبدا يشرح او يبدا يعلم. فهو لازم يبقى تيتشر، لازم يعلم البيهيفير او الرايت ثينكينج
او الرايت ابروتش للناس الشركاء اللي موجودين معايا. تمام. انا برضو يعني بعتبر ان زملائنا ممكن ما يبقوش عارفين بعض المصطلحات زي ستاندرد مثلا، فمعلش هوضحها برضو. اتفضل. هو ستاندرد طبعا ان احنا بنعمل الشغل بافضل طريقه احنا وصلنا لها، اللي هي وطريقه واحده، طريقه تمام. موحده كلنا بنعملها بنفس الطريقه، تمام. وهي المفروض افضل طريقه احنا وصلنا لها لحد حالا. انا فاهم صح كده؟ هي افضل طريقه وصلنا لها، بس هي مش جامده. ما انا فاهم، ما هي بتتحسن. اه ما بس انا بتكلم ان هي افضل طريقه حاليا للحظه حاليا الحاليه، صح بالظبط. كده؟ تمام. صح. طيب لو احنا بقى عملنا تحسين مثلا من ستاندرد لنيو ستاندرد، تمام. ازاي نحكم على التحسين ده نجح ولا ما نجحش؟ بدايه اللي بيميز المهندس بتاع التحسين المستمر ان هو يكون شايف الفيوتشر ستيت. ما ينفعش انا ابقى بشتغل تحسين ومش مهم. شايف البعد التاني او الواتس نكست. مظبوط. فسواء واتس نكست ده كي بي اي، سمارت كي بي اي، انا او سمارت اوبجكتيف، انا عايز اوصل من المرحله الفلانيه للمرحله الفلانيه. في نقطه كنا اتكلمنا فيها كده قبل ما ندخل مع بعض، انه في بعض الشركات او بعض الستاندرز زي الايزو مثلا بيعتبر انه التحسين، ان الكوركتيف اكشن مش تحسين. مظبوط. انه حتى انت يعني وضحت لي وجهة نظرك ان هو لو انا عندي ليفل في كي بي اي، انا عندي نتيجة معينة، دروب مم. عايز اوصل للاحسن منه او للستاندرد بتاعي، فده يعتبر كوركت. يعني انا مثلا الطبيعي او الايديال كيس عندي ان انا بنتج 100 في الساعه، بالظبط. فحصل مشكله نزلتهم ل 90، فانا رجعت عملت كوركتيف اكشن طلعتهم لل 100 تاني. بالظبط. مم. لو احنا اشتغلنا على الكوركتيف اكشن بس، يبقى احنا بنفكر نحل المشكله الحاليه اللي مظبوط. موجوده تحت رجلنا دلوقتي. المفروض ان دور مهندس التحسين المستمر ان هو ما يحلش المشكله دي بس، لا، يشتغل مع التيمز اللي موجوده علشان نعمل الكوركتيف والبريفنتيف اكشن. مهم. فالمشكله دي ازاي يا جماعه ما تتكررش تاني، واخرج منها زي ما قلنا بحلول او ببلان اندون كده. لو نورت مهم. هنشتغل بالبلان الفلانيه، مهم. فمش يبقى جزء او ريسك ميتيجيشن او مجابهه الخطر اللي ممكن يجي لي بعد كده، اقدر اغير بيه او اقدر اشوف بيه الفيوتشر ستيت. طيب الرود ماب بقى، لو انا دلوقتي عايز احقق الريكويرمنتس دي عشان اشتغل كمهندس تحسين مستمر في اي شركه، تمام. كتب، كورسات، اي حاجه بقى، يعني احنا معاك يعني. احنا قلنا في نوع، في جزئين، جزء مظبوط. النولج والبيهيفير. وجزء البيهيفير. خلينا نتكلم على جزء النولج ونتكلم على الكتب. الكتب في منها برضو نوعين. نقول كل حاجه اتنين. ما فيش مشكله. ماشي. ال ال او انا يعني من خلال قرايتي حسيت ان هم نوعين. النوع الاولاني هو بيتكلم فيه فلسفه اللين، مهم. زي مثلا ذا تويوتا واي. تويوتا واي هو كان اول كتاب خرج من جوه تويوتا، مظبوط. يعني بدأ يبين الناس دول بيفكروا ازاي، وخرج 1990. مم. التي بي ام احنا التي بي اس احنا بنتكلم فيه في خمسينات. مم. فاحنا بنتكلم في فرق 40 سنة مهم. او اولموست 50 سنة. ال 50 سنة دول آه، ما كانش متاح او ما كانش باين التي بي اس شغال ازاي. مظبوط. ذا تويوتا واي خرج ده وبدأ يتكلم في مبادئ واضحة او نقط واضحة، اللي هو اللين ثينكينج اللي اتعمل بعدها اللين برنسبلز واللين ابروتش الكالتشر نفسها. والكالتشر. بالظبط، مم. احنا اسسنا بعدها كالتشر. ده نوع مهم ان الناس تقراه، مهم ان المهندس يقراه، علشان الخطوات دي هي اللي هتواجهه في كل شركة جديدة يدخلها، مظبوط. سواء نفس الصناعة او صناعة مختلفة. فكل شركة جديدة هو هيشتغل فيها هيبقى بيتكلم مع الناس اللي عنده بالثقافة بتاعتهم، ولكن من خلال الخلفية اللي موجودة عنده من الكتب دي أو من النولج دي، للمبادئ بتاعة اللين اللي مترتبة في دماغه هو. مهم. ومش شرط يبقى بيوضحها للناس، ولكن هو شرط يبقى عارف يبيعها للناس او عارف يقولها للناس او عارف يحرك الناس على الخطوات دي بشكل سموث وواضح. الجزء التاني من النولج هو بنسميه applicable knowledge شويه. مم.
أكتر حد حسيت في الكتب بتاعته بالجزء ده كان الJUSE اللي هم Union of Japanese Scientists and Engineers. ودول اللي بدأوا من أول رحلة الQC Circles. يعني هم الQC Circles لما بدأت كان هم اللي بدأ ينشر المجلات أو بدأ ينشر الكتب عشان يعرف الناس يعني إيه مجموعات العمل الجماعي أو مجموعات العمل الصغيرة. النوع ده من الكتب بيبقى applicable شوية. بمعنى إيه؟ أنت لازم تدخل فيه back and forth، لازم تدخل فيه بتاخد نقطة تطبقها وترجع تاني تشوف الكتاب وتقيس اللي أنت عملته، تاخد النقطة اللي بعدها وهكذا. الموازنة دي مهمة جدًا. زائد الكورسات المتاحة اللي موجودة، في source of knowledge بدأ يبقى موجود، وده ما كانش متاح زمان شوية. مظبوط. الخريجين 2005 و2006 و8 يعني يمكن لغاية 2010 ده ما كانش كتير، اللي هي الفيديوز أو اليوتيوبز. يعني channel زي اللي حضرتك عاملها مثلًا بتشرح بشكل يقرّب المفاهيم للمهندسين، ده ما كانش موجود، ده ما كانش متاح. المجتمعات الهندسية أو مجتمعات الlean اللي موجودة على منصات التواصل LinkedIn أو LinkedIn وفيسبوك أو وواتساب فيسبوك أو كده، بتقرّب برضه المفاهيم، بتتناقش في projects، في أماكن منها، في منصات منها بتنشر case studies، ودي بتبقى حاجة جميلة جدًا إن أنا أدوّر على case study في نفس المجال بتاعي. يعني أنا مثلًا شغال دلوقتي في الملابس، قليل لمّا ألاقي continuous improvement department في الملابس، ولكن ممكن ألاقي في باكستان أو في الهند improvement هم عملوه، وأبدأ آخده أطبّقه يبقى applicable عندي، وأبدأ أطبّقه جوّه عندي. كل الصناعات بنفس الفكر. جزء من الknowledge ما بيبقاش متخصص في الlean بس، ولكن في جزء من الknowledge بيتكلم على الleadership skills أو الteam leading behavior. الcoaching بقى. الcoaching. إن إزاي أعمل coaching للناس، إزاي أعمل motivation للناس، إزاي أحطّهم على منهج واضح أو approach يخرّج خطوات واضحة، لمّا نخلّصها نلاقي النتيجة اللي إحنا عايزينها. هو في مبدأ جميل في الlean، يعني يقول لك إحنا مش بنعمل managers، إحنا بنعمل teachers. بالضبط. الmanager لازم يكون teacher في الأساس يعني. بالضبط. ده يمكن إحنا كنا اتكلمنا في نقطة كده، اللي هو إيه الفرق ما بين الmentor والcoach، مظبوط. وهل الlean engineer يشتغل mentor والّا coach؟ هو معظم الوقت بيشتغل coaching. إنه لو هو mentor هيبقى هو اللي مسؤول شخصيًا عن تنفيذ التحسين. إحنا قُلنا إن هو center of everything owner of nothing، فهو مش شخصيًا مش هيطبّق ده، ولكن هو هيحرّك الناس عشان يطبّقوا بشكل سليم، فهو بيبقى coach طول الوقت، لازم يبقى عارف إزاي يعمل coaching. طيب علشان نساعدهم في الroad map يا هندسة برضه، يعني محتاجين نعرف إيه مثلًا أهم المنهجيات أو الtools اللي يقرأ عنها، ياخد فيها كورسات، يتعلمها بتاع، حتى لو بفيديوهات على Udemy link يوتيوب. آآ إحنا الأول عايزين بس نفهم نقطة كده تمام. اسمح لي أوضّحها، اللي هو يعني إيه منهجية، ممتاز. يعني إيه approach. الlean لمّا بنتكلم على lean بنقول إن هو lean approach، ما فيش حد يقدر يقول lean project، إحنا بنعمل lean approach. approach يعني هو approximately right أو approximately here. يعني أنا مش exactly في المكان، أنا تقريبًا أو باقرّب بخطوات للمكان اللي أنا رايحه. تمام. طيب هو أنا لو باقرّب بخطوات للمكان اللي أنا رايحه وباجِس باحُط رجلي في نُقط للتطوير، هل ده معناها إن أنا النتيجة اللي تطلع لازم تبقى 100% صح؟ لأ. لأ. فما حدّش يخاف من إن هو يغلط، فالapproach معناها إنه أنت ينفع تغلط. وإلا ليه موجود التحسين؟ بالضبط. بالضبط. هو التحسين معناها إن هو لأ، إحنا بنغلط، والBDCA المشهورة بتاعتنا الplan do check act cycle أو الDeming cycle
هي ببساطة جدًا بتترجم النقطة دي في الcheck، نقطة الcheck أو اللي هي plan الcontrol. do check act. plan صح do كده؟ check act. إمم. الدماغ بيكلم نفسها برضه في نقطة الكنترول. انت اهم. بتعمل كنترول على التحسين بتاعك مقابل السمارت اوبجكتيفز اللي انت حاططها. لو هي خلاص طبقت اللي انت عايزه، او حتى حطيتك على الطريق عشان تطبق اللي انت عايزه، فبتطلع ليه النيو ستاندرد. مضبوط. ما حطيتكش على اللي انت عايزه، بترجع تعمل ريبلان وتشتغل من اول وجديد السايكل. اهم. المنهجيات اللي حد لازم يتعلمها، او المهندس اللي شغال في التحسين لازم يتعلمها. وانا اعتقد انه اي مهندس عايز يشتغل، او اي حتى فرد من افراد المنظومه الصناعيه عايز يشتغل في خطوات التحسين، لازم يبقى عنده البيزك نوليدج في عمليات، في ادوات التحليل. اهم. ان هو يعرف يعرف مشكله، يعرف يعمل defining. دي ممكن تتاخد ببساطة جدًا وموجودة على على النت. الكورسات المتاحة for free. هنقول ال6 سيجما yellow belt، اللي اهم. هو بتتكلم بس يعني إيه دماغ، الbasics نفسها. البيزكس. يعني إيه SIBOK، اهم. يعني إيه cost of poor quality، يعني إيه control points أو control chart. يبقى عارف يقرا بس، يبقى عارف يقرا البدايات لأدوات التحسين، عارف الA3 steps بتاعتها، أو الBDCA steps يمشي فيها إزاي. ما يبقاش ينط من الproblem definition للحل ومتخيل إن هو كده بيعمل improvement. اهم. أنت كده بjump to conclusion وبتحل المشكلة اللي موجودة دلوقتي، ما حلتش المشاكل الحقيقية أو الroot cause اهم. اللي بيحصل، ما وصلتش للي بعد كده. بيخدموا فيها ال7 quality tools. tools. لازم يبقى عارف يعمل analysis، fishbone analysis، أو road map، mind mapping، أو أي طريقة من طرق الYY approach. اهم. طرق بسيطة جدًا، بس لازم يبقى جرّبها وعارف يستخدمها، وعارف يوجّه الناس أو المجموعة اللي بتشتغل إن هم يشتغلوا بيها. تمام. طيب إزاي نضمن استدامة التحسين؟ لأن زي ما حضرتك عارف ممكن التحسين يعني يتعمل وشهر 2 يُقع، فيبقى خسّر الشركة دي أصلًا، مشكلة ما كبيرة، يكسّبهاش. مشكلة كبيرة. يعني من الحاجات اللي بتزعّل بجد إن الواحد يدخل مشروع ويشتغل في المشروع ده، وبعدين يكلمهم بعد سنة: إيه يا جماعة أخبار متوقع إن أنت تاخد نتيجة أعلى. اهم. يعني متوقع إن إحنا خلاص، إحنا مثلًا عملنا change over time reduction، quick change over، وصلنا بالسماد ل ل ل ل مثلًا ل7 دقايق. تكلمهم بعد سنة: لأ إحنا رجعنا تاني ل12 دقيقة. إمم. طب ليه الdeterioration ده حصل؟ ليه الcurve نزل تاني يا جماعة؟ لأ أصل إحنا جالنا مدير جديد. إمم. فمدير جديد ده معناها إيه؟ معناها إن هو حَط أفكار جديدة. مضبوط. يبقى المشروع اللي إحنا اشتغلنا عليه، الإنتاج بتاعه، أو الlean journey، أو الimprovement، أو الsmith project اللي إحنا اشتغلنا عليه، ما طلّعش new standard. اهم. فأول حاجة أنا باقولها للناس، للشباب وإحنا شغالين: إحنا عايزين نرسم الfuture state، ونبقى عارفين إن أنا لمّا هاطلّع standard هيبقى قريب من الfuture state. أنا هاقارنه بالfuture state اللي موجودة وهاثبّته، هيبقى موجود في الprocedures بتاعة الشركة، إنه خلاص ده بقى قانون. ونبقى كُلّنا يعني مقتنعين بده وعايزينه، مش مُعتمد على شخص. بالضبط، إمم. بالضبط. دي طبعًا بتبقى أكتر على كاهل أو على top عاتق الشركة management. الtop إمم. management. إن اهم. الtop management شاف واقتنع وsigned، وقّع إنه خلاص إحنا هنغيّر الprocess الفلانية من كذا لكذا، وتتعمل بالطريقة الفلانية، وقّع على الprocedure الجديد. عشان كده لمّا بنتكلم على أي standardization tool زي الISO، إمم. فأنا باقول إنه الISO ده هو القطر اللي بيجُر التحسين. اهم. إنه لازم لمّا أي مشروع أو أي منتج للتحسين لازم يتحط جوّه الISO تاني، أو اهم. لازم يبقى موجود تاني جوّه الstandards بتاعة الشركة، جوّه الprocedures بتاعة الشركة. والراعي بتاع التغيير يكون الtop management. اهم. أبسط يعني طريقة الtop management تقدر تعمل ده، إن هم نفسهم يبقى عندهم الlean behavior.
إنه يبقى عنده الاجتماعات الدورية، هو بيبقى قادر يتابعها، بيبقى قادر يتابع الKPIs اللي بتخرج بشكل دوري، قادر يhighlight المشاكل، اهم. قادر يحاسب الناس اللي متسببة في المشاكل. إمم. مش عشان إحنا دلوقتي في زنقة إنتاج فما احاسبش على الجودة أو على الwaste أو على الmaterial اللي بتترمي، ده ما ينفعش. يبقى إمم. أنا كده خرجت من أو انسلخت من عباية الlean ورجعت تاني للجزء القديم بتاعي، اللي هو أنا ماشي على حسب ما الflow يوديني. إمم. طب يا هندسة، طب إحنا محتاجين يعني نشوف مثال أو case study على عدم استدامة التحسين. أبسط مثال أو أشهر مثال ممكن الناس تشوف في الشركات هو تطبيق ال5S اهم. أو ال بيسموه الhousekeeping، في ناس بيسموه الhousekeeping، في ناس بيسموه اللي هو تنظيم المكان، الvisual management عامةً، efficient workplace. الefficient workplace إمم. صح. بيحصل إن إحنا بنبدأ مع الناس initiative يالّا يا جماعة هنطبّق، بيكون مصنع يعني لسه ما عندوش الدراية أوي، وبنبدأ معاه نطبّق يالّا يا جماعة هنبدأ الرحلة معاكم عشان نطبّق ال5S، والناس بتتحمّس جدًا ويالّا ونشتغل ونبدأ الخطوات الثابتة بتاعتنا ونخرّج الunneeded items ونبيعها ونكسب ونطلّع في الcash flow بتاع الشركة إن إحنا كسبنا قد كذا اهم. من التحسين، ونحتفل ونسقّف للناس وندّيهم الجوايز كمان، ويبقى إحنا خلّصنا ال5S. وخلّيني أقولها هنا بقى 5S project. إمم. لإن هنا once إن الproject خلص واتقفل، قصة التحسين خلاص إحنا خلّصناها، بنرجع إيه، بقينا 4S. بنرجع ورا 4 و3 و2. ال5S ليها طريقة لازم نطبّقها بيها. من الأخطاء الشائعة اللي بتحصل، هاقول لك حاجة بسيطة جدًا وأكيد أنت جرّبتها في خبرتك يعني. الناس لمّا بتيجي بتطبّق أول نقطة sort، إحنا إمم. بنطلّع الunneeded items. الunneeded items دي بتروح فين؟ بتتباع؟ غلط. طب هنعمل إيه؟ هنحطها في الred tag area. طب حطيناها في الred tag area ليه؟ عشان أسجّلها وأحلّل أسباب وجودها، اهم. هي ليه كانت موجودة هنا؟ جايز ليها احتياج في مكان تاني، جايز كانت شغالة على standard قديم بيها بقاش ليها، صح والّا أنا فاهم غلط؟ جايز تكون حصلت بسبب عُطل مفاجئ. إمم. مثلًا أنا داخل في وسط المَكَن لقيت spray بتاع تزييت بتاع كهربا، مضبوط. الspray بتاع اللي بتاع بتوع أعطال الصيانة الكهربا نسيوه دوّة، مثلًا. بتوع الصيانة. فباسأل هل ده الصيانة نسيوه؟ ده خلاص أنت مش محتاجه، أنت كإنتاج مش محتاجه هنا، ده مضبوط. بتاع الصيانة. لأ يا باشمهندس، ده أنا باستخدمه كل ما المَكَنة تعلّق. إمم. كده معناها المَكَنة بتعلّق. هو اتعامل مع نتيجة المشكلة مش مع سببها. بالضبط. إمم. فأنا هاشيله، هاحطه فين؟ في الRedTag area، اهم. وبعدين هارميه أو هابيعه أو هارجّعه للناس بتوع هاعمل عليه المزاد وأرجّعه للناس بتوع الكهربا تاني، الناس تمام. بتوع الصيانة الكهربائية. بُكرة هالاقيه فين؟ فعندي تاني في القسم. على المكنة. إمم. ليه؟ لإن ما حلّيتش مشكلة إن الvalve بيعلّق أو إن الswitch بيعلّق، أنا ما حلّيتش المشكلة، مضبوط. فلازم أرجع الأول أحل المشكلة. عشان كده بنقول إن غلطة صغيرة زي إن أنا الRedTag area اللي أنا خرّجت فيها الحاجة ما عملتش root cause analysis وresponsibilities واضحة تحل المشاكل اللي كانت موجودة، أنا فعليًا مش هاعرف أعمل الخطوة التالتة اللي هي shine. اهم. الناس بتبُص برضه من الأخطاء، الناس بتبُص لshine إن إحنا نعمل إيه، ننضّف. ننضّف. أيوه. مشهورة جدًا، وندهن، اهم. ندهن المكنة ويا ريت يبقى لون غامق عشان يداري كل الزيوت القديم. والحاجات، الshine إحنا عارفين إن هو إرجاع الشيء لأصله، اهم. دي الثقافة اللي اليابانيين عملوا على أساسها أصلًا ال5S، إن وأنت بترجّع الحاجة لأصلها تبقى بتصلّح المشاكل اللي موجودة. طب مضبوط. أنت بترجّع المكنة فعليًا للstate اللي هي كانت جاية بيه أو للحالة اللي هي كانت جاية بيها من المصنع. اهم. عشان كده ممكن تلاقي في شركة تويوتا في مكبس بقى له 70 سنة شغال. إمم. ليه؟ هو حاطّه في نفس الحالة اللي هو كان جاي بيها. الأخطاء البسيطة دي بتفرق جدًا، جدًا، جدًا في تثبيت تحسين. التحسين بعد كده. ممتاز جدًا. طيب لو حبينا نقول أي مشروع تحسيني مثلًا فيه 3 خطوات رئيسية.
مثلًا يعني أنا ضربت 3 من دماغي يعني هم أكتر عادي ما فيش مشكلة. ممكن نقول إن هم 3 خطوات، وممكن نقول إن هم يعني هم 3 خطوات أساسية ماشي هنحطهم. نقدر نقول بقى الحاجات اللي أساتذتنا كلنا علموها لنا، اللي هي تعريف المشكلة إمم، وتحليل الأسباب و وضع الحلول المقترحة وتنفيذ الحلول. تمام، كده بقى 4. 4. ماشي خلاص نحط خلّيهم 5 بقى إن إحنا follow up مثلًا. follow up. طب فين الpeople engagement؟ إمم، إنه الناس كلها لازم يبقوا مشتركين معاك. فين الpeople respect؟ اهم، إنه أنت لازم تسمع الآراء كلها، لازم نشتغل كلنا ك كفريق واحد. ف في خطوات إحنا بنتكلم عليها، بس في behaviors إحنا لازم نتكلم عليها وإحنا بنعمل الخطوات دي. اهم. هو في كتاب يعني بما إن حضرتك قُلت people engagement وإحنا كنا بنتكلم في الكتب من شوية، في كتاب اسمه آه. Toyota engagement equation. إمم. كتاب لسه نازل حديثًا يعني ممتاز جدًا في النقطة دي، بس للأسف يعني غالي شوية بقى، فاللي عايز يشتريه بقى يبقى ربنا يعينه يعني. طيب نخش بقى في ناحية إنسانية شخصية شوية، تمام؟ 3 دروس حضرتك خريج 2008 مضبوط. فبقى لنا دلوقتي كام سنة؟ 16 سنة. بلاش أنا لأ عادي. عادي 16 أو 17 سنة، ماشي، صح كده؟ ماشي. ففي خلال ال16 سنة دول 3 دروس حضرتك اتعلمتهم في الحياة العملية يعني. آمم دول اتعلمتهم متأخر شوية. وماله؟ أنا يعني من أول ما بدأت أشتغل كده باسأل نفسي هو أنا إمتى المفروض أزهق؟ يعني إمتى المفروض أبقى خلاص يا جماعة أنا مش لاعب؟ اللي هو إمم، ما ينفعش مهندس تحسين يقول أنا مش لاعب. أنت موجود علشان خاطر تبقى طول الوقت داعم للتغيير. هو مستمر مستمر، أهو. مستمر. لازم تقيّم نفسك طول الوقت. أنا يعني بيعدّي أوقات كتير جدًا بابُص أقول يعني أنا ما وصلتش لحاجة، أنا حاسس إن أنا محتاج أكتر. طب إيه النقطة اللي أنا هاروح لها؟ اهم، يعني بارسم الfuture state لنفسي. إذا كنت باعرف أطوّر نفسي، فأنا هاعرف أطوّر المنظومة اللي أنا شغال فيها أيًا كانت. تمام. آآ يبقى يعني كده الدرس الأول ما تزهقش، ما تزهقش صح، وطوّر نفسك دايمًا. ممتاز، أدي كده نقطتين. النقطة ماشي. التالتة سيب أثر. تمام، أحد أساتذتي علّمها لي قال لي die empty. يعني أنت لازم تموت وأنت ما فيش حاجة ما نِفْسكش تعملها، ما إمم، عملتهاش، سواء بنتكلم على التحسين. أنا حتى باقول للمهندسين الشباب اللي معايا في الteam باقول لهم: "جرّب كل الtools سواء تنفع في مجال الملابس أو ما تنفعش في مجال الملابس. اهم، انزل اعمل simulation للtool. أنت مثلًا جاي من صناعة بلاستيك وكنت شغال على mold injection وعملت SMED project ووصلت لchange over مثلًا improvement بوقت معيّن أقل من الوقت أو قرّبت للtarget اللي أنت عايزه. تعالَ نعمل simulation لده في البيئة اللي إحنا موجودين فيها. يعني ما تمشيش من مكان وأنت نِفْسك في حاجة. اهم، في نقطة مهمة برضه لازم يعني أنا دي شخصيًا باحب أقولها حتى لمّا الشباب يتكلموا معايا ما بيني وما بينهم. لازم تبقى عارف فين نقطة الاحتراق الوظيفي بتاعتك. إمم، أنت عشان ما يحصلش ده، ودي الواحد بيتعلمها بالhard way مش مش بالlean way. إمم، آآ لازم تبقى عارف إن أنت جواك أنت عندك values وmotivations. اهم، الvalues هي الحاجات اللي أنت ما ينفعش تكسرها. once إنها اتكسرت أنت بتقعد مش مرتاح. خلاص أنت مضبوط، حاسس إن أنت مش عارف تتحرك أكتر من كده، مش عارف تدّي أكتر من كده. الmotivations زي المرتب، زي المكان النضيف، زمايلك الحلوين، بنفطر كل يوم الصبح، العربية اللي بتاخدني مكيفة، قريبة من البيت، اللي هي حاجات بتشجعك إنك تصحى كل يوم الصبح لمّا تقعد على السرير كده لأ خلاص أنا رايح. اللي هو القرار الصعب اللي أنت بتاخده كل يوم. مضبوط، فخلاص لأ أنا رايح. اهم، دي motivations. الفرق ما بينهم إن الvalues لو أنت دوست عليها مرّة، التانية، التالتة، هيبدأ يحصل لك النقطة بتاعة الاحتراق الوظيفي. اهم، من الvalues مثلًا بتاعة اللي موجودة عند ناس كتير وهي ما تعرفش ده قلة التقدير. أنا لازم شغلي يبقى recognized. أنا لازم شغلي ما يتسرقش. أنا لازم شغلي يبقى باين طول الوقت إن هو يعني منتسب للteam على الأقل اللي أنا شغال فيه.
دي بتبقى من الvalues اللي موجودة عند الناس. الpeople respect، أنا ما ينفعش أشتغل في مكان الناس بتشتم فيه بعض. أنا محتاج أشتغل في مكان decent، محتاج أشتغل في مكان الناس بتتعامل بعبارات محترمة، بطريقة محترمة، بطريقة شيك. دي values مش هتبقى motivations. لو ده حصلت باخد step back كده وأقيم الوضع اللي موجود وأحط خطة لتغييره، لأن ما ينفعش أكسر الكوباية وأمشي. ده ما ينفعش يحصل، خاصة لما بعد شوية الواحد بيبقى مسؤول، عنده مسؤوليات أيا كان هي إيه المسؤوليات، مش لازم يكون متجوز أو غير متجوز، بس أنت مسؤول عن نفسك وعن تطوير نفسك. مظبوط. فبعد شوية أنت مش هيبقى عندك إمكانية التطوير لو أنت كل شوية بتكسر كوباية وتمشي. فلازم تحط، حتى لو أنت هتحط خلاص قررت تغير، قررت تنط، يبقى لازم تعرف تعمل الخطوات بتاعت النطة ازاي. حضرتك طبعا عارف المثل المشهور او الحكايه المشهوره بتاعت الضفدع. لا معلش فكر. ان هو الجو ضفدع، حطوه في ميه وبداوا يسخنوا الميه، فالضفدع بيتعود الضفدع من امكانياته اللي ربنا خلقها ان هو بيتكيف. فقعد يتكيف، كل درجه حراره ترفع هو يتكيف، بيبذل طاقه داخليه انه يتكيف، كل شويه يبذل طاقه داخليه اكتر انه يتكيف، لحد ما الميه سخنت جدا فالضفدع عايز ينط، بس الطاقه الداخليه بتاعته خلصت، مش عارف ينط. صح. فلازم تبقى بتخطط، دي من الدروس، خطط طاقتك الداخليه، اعرف انت طاقتك الداخليه موجوده فين، اتعلم طول الوقت، ما تبطلش تتعلم، مفيش حد كبير على التعليم. مظبوط. واسمع الناس كلها، يعني كده ما تزهقش ما تزهقش، واستمر وتعلم طول الوقت وخطط لطاقتك الداخليه وخلط طاقتك مظبوط الداخليه وخليك ايجابي. وخليك ايجابي. بس انت زودت واحده من عندك بس مش ماشي. مشكله. انا بس عايز اعلق على حته صغيره في جزء الاستمراريه. الناس دايما بتشوف الصوره الاخيره، يعني مثلا ممكن يبقى في مهندس نجح في مشروع او في تاسك معينه او في قيز معين عمله، وليكن سميد مثلا، فقلل التشينج اوفر من كذا لكذا. الناس بتبقى شايفه ان هو نجح، بس هو 99 محاوله فشلت قبل ما حضرتك تشوف المحاوله اللي نجحت دي. هو الناس ما بتشوفش الا اللقطه الاخيره دي بس. فعلا الريزلت اورينتيشن مش وحش، ان انا اكون ببص على نتائج، ده مش وحش، بس انا لو انا بوس او مانجر او ببص على نتائج غير ما ابقى ليدر، وخاصه ابقى امبروفمنت ليدر وببص على الخطوات، هو تعب قد ايه لحد ما ده اتعمل. مظبوط. اي حد من الناس اللي ناجحين لو بصيت على شغله يعني، وربنا يجعلنا من الناجحين، هتلاقي عنده ثلاث اعمده رئيسيه، ان هو بيشتغل بباشن، هو عايز يشتغل الشغلانه دي، ان هو هارد وركر، بيحاول طول الوقت ان هو يبذل مجهود، ان هو عنده ريزيلينس اللي هي بنسميها الصبر، هو ما بيزهقش. ايوه. طيب اخر حاجه بقى، نصيحه كنت تتمنى حد نصحها لك وانت لسه بتبدا حياتك العمليه وعايزينك تنصحها لزملائنا بقى. هم نفس الحاجات اللي قلناهم، اللي هو كل اللي احنا قلناه. اتعلم كل ما سبق. اللي هو اتعلم طول الوقت، اسمع الناس، اتعامل باحترام، اتعامل اللي انت عايز توريه للناس، ما تخافش من ده، ما تخافش من التغيير، ما تخافش من ان انت تفرض او تتكلم، تفرض تحسين جديد او طريقة جديدة في الشركة بتاعتك. ما فيش حد صغير على انه يتسمع، لا اتسمع وقول. يعني حد من اساتذتي وجهني مره في حاجه، قال لي يا محمد انت بتعمل المشروع فعلا تحت على الارض، وبنطلع نقعد فوق في الميتنج انت ما بتتكلمش، ما بتقولش رايك، والمسؤول اللي اكبر مني يقول لا اللي انت عملتوه ده غلط. ليه؟ لان هو ما يعرفش الخطوات اللي احنا مرينا بيها في المشروع، فلازم يبقى انا قادر اتكلم عن النجاح بتاعي وقادر اعرض فكرتي. تمام. اتشرفنا بك يا هندسه، نورتنا والله، ونتمنى ان ما تكونش اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله باذن يعني الله. انا شخصيا استفدت طبعا من حضرتك النهارده في اللقاء ده، واتمنى كل زملائنا اللي يكونوا شافونا يكونوا استفادوا، ونلتقي باذن الله في حلقه اخرى من اركيد تو جيمبا بودكاست. ان شاء الله. شكرا. شكرا.